السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي يوميات مع طبخ وحلويات. اليوم جبت لكم بيتزا كي تاع المحلات. نروحوا المقادير وطريقة التحضير. هزينا 600 غرام فرينة كنا غربناها، وزني 600 غرام، زيدي 4 كاس زيت، انا درت زيت الزيتون، انتي بغيتي ديري زيت عادي ديري، مغرفة معمرة سكر، ونص مغرفة خميرة العجين، نديرو مغرفة صغيرة معمرة حليب البودرة اللي مخلطوهم هكذا مع بعضهم. الحليب هذا باش كيدير لنا هذيك الحمورية تجي حمرا البيتزا. زدنا مغرفة صغيرة معمرة ملح، درنا 2 كيسان ماء. هذا الماء ما يكونش سخون بزاف، يكون دافي برك هكذا شوي. والكاس هذا يهز 220 مليلتر. دوكا نحكمو نخبطوها هكذا. انا هاد العجينة تاع البيتزا حضرتها في الليل حتى الغدوة باه طيبتها، دوكا ندير لها هكذا بابي فيلم ونحطها في الثلاجة، وغدوة باش كي نكمل نطيبها. شوفي كي خرجتها من الثلاجة نخليها دوكا بتجيه تريح. شوفي كيف دارت الفقاعات هذوك. لازم كي تخرجي العجينة من الثلاجة خليها تقعد حتى تدفى شوية باش كي تبداي تخدميها هي ثاني تلم روحها. وكان بعد ما درت لها هكذاك خليتها ريحت شوي، ومن بعد زدت لها 2 مغار فرينة ولميتها هكذا كيما كي تشوفي مازالت طرية. تزيدي لها 2 مغار فرينة ولميها هكذاك، خبطيها وغطيها وخليها، ومن بعد نزيدو نوليو ليها. شوفي كيفاه ولات طلعت، دوكا راهي دفات. كان لازم تزيدي ديريها كويرات حق البيتزا اللي حطيبيها قد ما تكون. شوفي انا فرقتها على 5، تجيب 5 بيتزات. ترشيت شوية سميد رقيق وخليتهم يخمروا. حكمت قصيت شوية بصلة مربعات صغار، فلفل ثاني قصيته مربعات صغار، ربيت فرماج، درت لاصوص تاع البيتزا اللي حضرتها معاكم في الصوص بيتزا كاري اللي درتها. دخلوا لقناتي دوك تشوفوها. ودرنا شوية زيتون ودرنا الطون. دوكا هزينا العجينة بعد ما حكمت ريحت، هزيناها هكذاك وهي طالعة قرصناها. بعد درنا لها صوص طوماط. شفتي كيفاش حكمت قرصتها، تقبيها مليح بالفرشيطة، وزدنا لها صوص طوماط. ودوكا درنا لها البصلة وشوية تاع الطون، نزيدو لها فلفل قصيناه شوية شوي، خلطنا مع فلفل حار وفلفل حلو، حطينا زيتونات. زيدي ديري على الحواف مرة بالزيت الزيتون باش كي يحمر، نزيد لها البنة، زيت الزيتون ويزيد البنة كبيرة للبيتزا. شوفي بعد ما طابت وحنا الفرن يكون شاعل قوي. انا درتو في طيبتها في فرن السعادة، انتي كي يكون فرنك عادي قويلو مليح باش كي تحكم الطيب لك ما تيبسلكش وتجي كي البيتزا تاع برا. شوفي بعد ما درنا طابت زيناها ثاني بالجبن وزدنا لها مايونيز، وكا رشينا عليها المعدنوس. شوفي كيفاه جات وشوفي كيفاه طابت. شفتي الحواف كي درنا لهم زيت الزيتون كيفاش حمارو. شوفي كيفاه جات طرية، شوفي كي قصيناها شهية طيبة. شكرا. واللي ما اشتركتش في قناتي تشترك ليصلها كل جديد، ونتمنى تجربوا الوصفة وتشاركوني رأيكم في التعليقات. وشكرا.